هو رمضان ايه غير لمة حلوة، أكلة حلوة، عزومة حلوة. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. نصلي على النبي عشان ناخد حسنتين مع بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. قولولي بقى، يا ترى عزمتوا ولا اتعزمتوا؟ أنا النهاردة عملت أكلة سهلة وسريعة وبسيطة علشان الصيام، وعلشان الأكلة تطلع في الآخر كده أكلة من الآخر. أنا الأكلة دي بالنسبة لي أجمل وأحلى أكلة أنا عن نفسي بحبها. دي اسمها ورقة لحمة، بس عشان نسهل على نفسنا في مرة جيت أعمل ورقة اللحمة، فبشوف الورق اللي عندي أو كيس الزبدة اللي عندي لقيت مفيش، فجربتها كده طلعت أحلى كتير مما بحطها في الورق. المهم عشان كتير مننا مش عنده الورق ده، فأنا بقيت أعملها بالوصفة دي أو بالطريقة دي، فقلت لازم أوريها لكم وأنا بعملها كده. المهم اللحمة ديت بتكون لحمة وش فخدة أو لحمة حتة ناعمة. المهم إن انتوا هتقولوا للجزار عايزين لحمة تكون حتة ناعمة، هيقطع لكم الحتة دي. وبعد ما حطينا للحمة فلفل أسود ورشة ملح من ناحيتين، هنقطع بقى الخضار بتاعتنا. أنا هنا مش هستخدم غير بصل وبطاطس وطماطم. حابين تحطوا أكتر مثلا بسلة، جزر، كوسة، أي نوع خضار استخدموه. أنا هنا مش هستخدم غير بطاطس وطماطم وبصل بس كده. قطعنا البطاطس مكعبات صغيرة، وعايزة أقول لكم إن الأكلة دي مش هتبطلوا تعملوها لما تجربوها. حطينا معلقتين زيت. هتقولي لي طب ليه حطينا زيت؟ علشان الزيت بيستحمل النار ومش بيتحرق بسرعة. احنا في الأول هنحط معلقتين زيت وهننزل بمعلقة سمنة، بس في الأول نحط زيت. المهم سبت اللحمة تتشوي كده أو تاخد صدمة زي ما انتوا شايفين كده، بتاخد صدمة من الجنبين. أهم حاجة هنحط عليها بقى زعتر، روزماري، أي حاجة عندي عشان تديها ريحة حلوة كده. عموما اللحمة مش بتحب غير الفلفل الأسود بس علشان تحتفظ بطعمها. بعد كده هديها كلها صدمة مع بعضها. عايزة أقول لكم إن رمضان شهر البركة، شهر اللمة. أجمل حاجة في الدنيا حب البدايات. خليكوا دايما حابين الحاجة من بدايتها عشان نهايتها تكون جميلة بأمر الله. بصوا بقى من جمال البدايات إن إحنا في أول يوم في رمضان بنكون فرحانين قوي. يعني يوم وقفة رمضان دي أو اليوم اللي هو بنتسحر فيه أول يوم بنكون فرحانين جدا جدا جدا. آخر يوم رمضان بنكون برضو فرحانين بس في نفس الوقت زعلانين. زعلانين علشان بيكون دوت آخر يوم في رمضان، وفرحانين علشان بيكون صباح يوم العيد. فعايزة أقول لكم إن دايما أنا عن نفسي بحب البدايات جدا. هنا كنا مقطعين إيه؟ بصل شرايح وحطينا عليه رشة فلفل أسود، وكمان قطعنا فلفل ألوان وبطاطس وطماطم بس كده. المهم هنزل بكل الكلام ده على نفس السمنة والزيت اللي احنا سيحنا فيها اللحمة. بصوا هنا دول كانوا حتتين حلويات بتوع اللحمة، يعني الجزار حطهم لي مع اللحمة. عايزة اقول لكم ان كان طعمها حلو جدا. اهم حاجة تجيبوا اللحمة من حد مضمون. هنبتدي بقى نقلبهم مع بعض وننزل بشوية بهارات علشان كده احنا هنعمل أكلة مختلفة. ورمضان كريم وشهر الكرم زي ما احنا كلنا عارفين، فكل اللي بيكون نفسه في حاجة دايما نعود نفسنا قبل ما نفطر كده على طول ندعي ربنا بأمر الله يستجاب. اللي عندها ولادها تعبينها، اللي عندها جوزها تعبها، كل الكلام ده، اللي عندها مثلا مشاكل في حياتها أو فادعوا وكتروا في الدعاء. ربنا بيستجيب جدا في شهر رمضان، لأن شهر رمضان دوت آه لو ضيعناه يبقى حرام علينا كتير قوي. لازم نعود نفسنا إن ده شهر كامل 30 يوم نخصصهم للعبادة تماما. لو هنقدر نفصل عن كل اللي احنا فيه ياريت نعمل ده. فما تضيعوش الشهر دوت على الفاضي، ما تطلعوش من 30 يوم دول وانتوا خسرانين. دايما بنقول ربنا يبلغنا رمضان. حد طيب سأل نفسه احنا ليه بنقول الجملة دي؟
إحنا بنقول الجملة ديّة عشان ربنا بيدّينا الشهر ده مرّة واحدة بس في السنة، مرّة واحدة بس في السنة المفروض إن إحنا ننجح في الاختبار ده. الصيام ده لربنا فقط لا غير، مش لحد. الحاجة الوحيدة اللي بتكون لربنا مش لينا. بس أنا باوصّل لكم حاجة عن تجربة مرّيت بيها، وأنا دايمًا شهر رمضان ده شهر المغفرة، فاستغفروا كتير وادعوا كتير، ربنا يا رب يغفر لنا جميعًا أنا وأنتم والجميع ويبلّغنا رمضان، ويكون شهر كده شهر كريم علينا، لإن رمضان معروف بالكرم، فاللي يقدر يعمل أي حاجة كويسة في رمضان يعملها ويتّكل على الله وينوي النية، حتى لو نوى النية وما قدرش إن هو يعمل مثلًا اللي كان ناوي بيه عشان مثلًا ماديًا أو، فربنا بُصّوا بالنوايا، يعني اللي نِفْسه بيعمل حاجة بيقول يا رب أنا نِفْسي أعمل كذا، فلو أنا مش في إيدي الحاجة ديّة، ربنا بيخلّيني كإني عملتها وأكتر. نرجع بقى للصينية بتاعتنا اللي إحنا بنعملها، دي صينية الجلاش معلش فيها مقطع ما اتصورش بس مش عارفة ليه، المهم حطينا نُص الصينية وما بين كل رقين جلاش بندهن دهنة زبدة أو سمنة، الاتنين زي بعض مش هنختلف. المهم بنبتدي ندهن دهنة وبعد كده بنعمل العصاج اللحمة العادي بتاعنا خالص، بنحطه في نُص الجلاش أو الرقاق بس ده جلاش، وبعد كده بنقفّل بباقي لفة الجلاش. أنا هنا لفة الجلاش ده أنا باجيبه من عند واحد مخصص حلو يعني جدًا، حاجة كده بتبقى ما شاء الله لسه صابحة ومعمولة فريش، أهو في مقطع ما اتصورش نهائي، نستعوض ربنا فيه، اللي هو كان مقطع وإحنا بنحط عصاج اللحمة. المهم هنقطّعه قبل ما يدخل الفرن، وخلّي بالكم عشان في ناس كتير مش بتقطّعه، فلمّا بيطلع بيبقى عامل زي القرص كده مش بتعرفوا تقطّعوه، فالأفضل إن إحنا نقطّعه بالشكل ده. بعد ما نقطّعه هنجهّز إيه، كوباية من اللبن، كوباية من اللبن وعليها بيضاية ورشة فلفل أسمر، بس كده ولا أكتر ولا أقل. أهي كوباية اللبن وآدي البيضاية وهنحط رشة فلفل كمان أسمر، بس أنا حطيت هنا الفلفل من فوق خالص. المهم أكون مولعة الفرن، أهم حاجة أكون مولعة الفرن والفرن تكون سخنة عشان ما ياخدش مني وقت. أنا حطيت رشة الفلفل الأسمر، عايزين تحطوها على اللبن ما فيش مشكلة، وهنا كانت بقى صينية اللحمة أو ورقة اللحمة أو صينية البطاطس باللحمة زي ما تسموها سموها، كانت استوت ودايبة دوب وشكلها ما شاء الله اللهم بارك، بيتهيأ لي شكلها غني عن الكلام. هنا بقى حطيت كان الجلاش خلاص استوى، فحطيتهم تحت الشواية ياخدوا بس لون كده بسيط، وعملت جنبهم كمان رز بشعرية، وعملنا سلطة بلدي عادية خالص، وده كان فطارنا النهاردة. ودايمًا كده كل يوم حاولوا تعملوا حاجة جديدة، حاجة مختلفة، ابتكروا في المطبخ، لإن المطبخ مش إن أنا داخلة أحضّر فطار أو أجهّز فطار وخلاص يعني الموضوع بيخلص، لأ، إن إحنا نعمل حاجة حلوة، حاجة كويسة. هنا نسيت بقى أصوّر لكم العصاير والكلام ده، فأنتم عارفين الوقت بيكون قصيّر قبل الفطار، رمضان كريم وربنا يا رب يبلّغنا رمضان، واللي يقدر يعمل حاجة يعملها. بُصّوا اللحمة كانت دايبة دوب ما شاء الله اللهم بارك، وطعمها حلو جدًا وريحتها قالبة المكان. ممكن بقى تزوّدوا تكّاية هنا تعملوا فحماية على النار وتحطوها في سلوفان وتحطوها في قلب اللحمة، هتدّيكوا ريحة تحفة، 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 ريحة الشوي. بس أنا هنا ما كانش عندي ساعتها فحم أو ما كانش في وقت. رمضان كريم، ربنا يا رب يبلّغنا وكل سنة وكل حبايب قلبي طيبين وبالخير يا رب متجمّعين، وجمّعوا بعض كده لإن رمضان بيحب اللمة وبيحب العزومات، ورمضان كريم. استنوني في فيديو جديد، كان معاكم آية زايد، باي باي.